السلام عليكم ورحمة الله يا حبايبي. النهاردة زهقانين بقى، قلنا نعمل حاجة حلوة كده نفرح بها أولادنا. نعمل إيه؟ عملنا الكيكة اللي انتوا شايفينها الجميلة اللي قدامكم بطريقة بسيطة وسهلة، متوفر عندنا في البيت كل الحاجات اللي فيها. إن شاء الله نبدأ زي ما انتوا شايفين كده ونصلي. نسمي الأول على نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نشوف عملنا إيه، التورتاية، الجاتوهاية، الكيكاية، زي ما تحب تسميها سميها بالطريقة السهلة البسيطة دي. نشوف عملناها إزاي والمقادير بتاعتها إزاي. إن شاء الله نبدأ نخش على الفيديو. قناة تاروكا، ما تنسوناش من الاشتراك واللايكات والتعليق حلو طبعا منكم. تمام يا حبايبي، نخش ان شاء الله على الفيديو ونسمي ونصلي ونخش ايه نتفرج بقى ايه على عملنا ايه، التورتيه او الجاتوهيه او الكيكايه ازاي. كده يا حبايبي جهزت الطبق بتاعي ومقاديرها كام. جبت 3 كوبايات دقيق زي ما انتم شايفين، واهم شيء طبعا نخل 3 كوبايات. تمام يا حبايبي، 3 كوبايات نخلتهم وعليهم شعرة ملح او ذرة ملح. تمام، يبقى كده 3 كوبايات وعليهم ذرة ملح وعليهم كيس بيكنج باودر. كده حطينا الدقيق ونخلناه كويس. هنبدأ بعد كده ايه، نحط بقى كيس البيكنج باودر. كده حبايبي حطينا كيس بيكنج باودر على 3 كوبايات دقيق وذرة الملح. وبعد كده هنبدأ بقى ايه، نشوف الخطوة اللي بعدها. كده ذرة الملح حطيناه. نبدأ بقى ايه، نجهز البيض بتاعنا. وعندك عجان حطي فيه، عندك مضرب بالكهرباء، عندك مضرب والخلاط شفشق الخلاط عادي. هنحط 3 بيضات ونحط عليهم كيسين فانيليا. عندك بيضتين بس استعمليهم هيبقى برضو كويس، يطلع زي الفل. وهنحط كوبايه وايه، كوبايه ونص سكر. سكر باودر، سكر اللي هو الخشب بتاعنا ما فيهاش مشاكل. ونضربه كويس جدا في الكبه، في العجان، في الكبه بتاعه العجان، او في الخلاط، او في اي وسيله انت ايه سهله بالنسبه لك، بقى مضرب يدوي. تمام يا حبايبي، يبقى 3 كوبايات دقيق عليهم كوبايه ونص سكر، عليهم كوبايه الا ربع زيت. بس انا حاطه زيت على سمنه. تمام، ربع زيت وسمنه زي ما انت عايز تحملها بسمنه خالص، المتوفر عندك اعمليه. مع كيسين الفانيليا وكيس البيكنج باودر. هبدأ اضرب بقى المقادير دي كلها كويس جدا في الخلاط. تمام يا حبايبي كده لحد ما يبقى ايه عندنا ايه كريمي. تمام كده خلاص الايه الخليط بتاعي اختلط كله مع بعضه. كده الخليط بتاعي بقى جاهز جدا اهو، كريمي وشكله جميل جدا، كل المقادير اختلطت مع بعضها. هبدا بقى اضيف له ايه، ربع كوبايه زيت. حطيت حته سمنه بس مش باينه في ايه في التصوير. حطيت نص كوبايه سمنه مع ربع كوبايه زيت زي ما قلت لكم. ما حطيتش سمنه، اللي عايز يحط سمنه كله يحط، اللي عايز يحط زيت حسب ما انتوا بتحبوا. تمام كده، وبعد كده هبدا اضيف بقى ايه الدقيق بتاعي مع الخليط. كده حبايبي خلاص هبدا بقى ايه، عندي 3 معالق اللي هو الكاكاو الخام، هحطهم بقى اضيفهم للدقيق عشان عايزاها ايه، كيكايه بالايه بالشوكولاته. تمام كده يا حبايبي، هبدا بقى اجيب الدقيق بتاعي. وانا ما كانش عندي لبن بصراحه، فضفت كوبايه ميه مع علبه زبادي، برضو ما كانتش باينه مع السمنه، كانت لقطه السمنه والزبادي والميه هوريها لكم حالا. تمام كده، فهبدا بقى اضيف الدقيق بتاعي. جبت الدقيق يا حبايبي وحطيت عليه 3 معالق كاكاو الاسباني وخلطته معاه عشان ابدا بقى اضيفه للايه، اللي هو الخليط اللي انا عاملاه في قلب الايه العجان او الكبه. تمام كده حبايبي، حطيتهم بقى مع بعضهم وخلطتهم مع بعض كويس جدا. واهم شيء نخليه برضو عشان ممكن يكون في اي حاجه. فنخليه الاول وبعد كده قلبيه مع الدقيق. وبعد كده تضيفوا بقى الخليط البيض مع السكر اللي احنا عملناه مع بعضنا. تمام، ودي كوبايه الميه يا حبايبي اللي كنت قلت لكم عليها، اللي انا اضيفها للايه للخليط. تمام كده، كده بقى هبدأ ايه اضيف الكاكاو مع الدقيق يا حبايبي للخليط بتاعنا عشان ايه ينضرب كله مع بعضه. هنضيفه بقى تدريجيا برضو، مش هنحط كله ايه مع بعضه لحد كل الايه الخليط بتاعي ما يشبع مع الايه الدقيق ومع الكاكاو. تمام اهو بدأت احط اهوت. كده خلاص حطيت الدقيق بتاع كله والخليط بقى اهوت زي ما انتم شايفينه كده كاكاو مع الدقيق كله بقى ايه بالكاكاو. هبدأ بعد كده ايه، الخطوة اللي بعد كده ان انا افرغه بقى في القالب بتاعي. شوف عندك اي شكل، عندك صينية، اي حاجة متوفر عندك. وهبدأ ادخله الفرن على 180 درجة. تمام يا حبايبي، كده خرجته من الفرن. وزي ما انت شايفينه بسم الله ما شاء الله طالع جميل جدا. بعد ما يطلع من ويبرد خالص بتجيبي كوباية سكر، كوباية مية بمعلقة سكر بعد ما تبرد الكيك، وتروحي ساقية بيها عشان تبدأي تشكليها. تمام يا حبايبي كده، ودي كانت شكل الكيكة بتاعتنا جميلة وهشة وحلوة جدا.
تمام. وهقطع لكم برضو منها حالا نوريها لكم. انا كنت بقى مجهزه صوص شوكولاته، عباره عن ايه، ربع كوبايه لبن مع قطعه شوكولاته وقالب زبده، وحطيت معلقه زيت، وزي ما انتم شايفينها كده يا حبايبي، ومعاهم معلقه سكر. سيحتهم على البوتاجاز وبدات اصبه على الايه عشان اشكل بيها ايه الكيكايه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وطالعه جميله وكانت هشه وحلوه جدا. تمام كده خلصنا. هبدا بقى اوريكم الخطوه اللي بعد. كان متوفر عندي بقى شويه فراوله كده، اللي كانوا متوفر عندي ما جبتش حاجه من بره بصراحه، فرحت مزوقاهم بيها برضه عشان يديها منظر حلو كده مع الايه مع الشوكولاته اللي احنا عاملاها، او صوص الشوكولاته. وبدات اشكلها زي ما انتم شايفينها كده، وفرحنا بيها، وكانت طعمها حلو جدا بقى مع كوبايه شاي، مع كوبايه شاي بحليب. كانت حاجه حلوه جدا كده، ايه ترفع المعنويه شويه. ودي كان شكلها النهائي يا حبايبي. اللي وصل معانا هنا ما تنسوناش من لايك واشتراك قناه تيتا روكا. تمام يا حبايبي. ودي شكل الكيكه بتاعتنا النهائي، يا رب تعجبكم. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللايكات يا حبايبي، احنا مش هنعمل اللي بيكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. كده قطعت لكم حته عشان تشوفوها، يا رب تعجبكم طريقتي ووصفاتي. وما تنساش بقى في التعليقات تقولوا لنا ايه رايكم فيها. بحبكم في الله تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.